كولر عمل كارثه في مباراه سان داونز لا تغتفر. انت يا عم انت ناوي تجلطنا؟ حتى الكوره اللي بنحبها هتكرهونا فيها؟ ده انت خليت شكل الاهلي قليل قوي. انا اول مره اشوف الاهلي بيدافع بالطريقه دي او خايف من فرقه بالطريقه دي. يا عم كولر انت معاك سكواد يحلم بيه اي مدرب. ده انت عايش في جنه الاهلي. مين ما يتمناش يكون عنده بن شرقي ولا امام عاشور ولا جراديشار ولا وسام ابو علي ولا نجيب لك مين تاني عشان تكسب؟ كولر خرج امام عاشور اللي صنع له هدف المباراه الاول اللي سجله طاهر. دينامو الفريق اللي بيحركك اصلا، القطعه الوحيده اللي في الملعب اللي بتنقلك من الدفاع للهجوم، تروح تخرجه. وتبديلاتك كلها كل همك بس انك تدافع. اديك اتعادلت 1-1 والهدف اللي بتسجل على ارضك بهدفين. ما انت في افريقيا يا عم الحاج. حتى الهدف اللي تسجل فينا كوميدي قمه الضحك، هدف عكسي تخبط في رجل ياسر ابراهيم وتدخل المرمى. نخسر على ارضنا وقدام ما يقارب ال 80,000 مشجع. انت متخيل انت عملت ايه في كل الناس دي اللي هتروح تحاسبن عليك؟ انا كاهلاوي مش طالب غير حاجه واحده بس، ان انا اشوف دلوقتي خبر رسميا تمت اقاله كولر من تدريب النادي الاهلي.